السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان سمحوا لنا غبرنا عليكم شوية بدواعي صحية، والحمد لله رجعت الصحة والعافية، ونعاودوا معكم اللقطات والحالات ديال بعض الحالات ديال الماتش ديال الوداد والفتح هنا. أنا ما غاديش نوي ما غاديش نتكلم. المهم ضربة جزاء هنايا راه تغاضى عليها الحكم كيف ما كتشوفوا. المهم دوز حتى ما دوزش كورة، ولا ما بانش لكم في الاولى هاد الثانيه حتى هي. المهم ما علينا، هذا ماشي الموضوع علاش درنا هاد الفيديو، حيت صار من المعروف ان الوداد كتحارب تحكيميا. غير هو هاد الماتش راه ربحنا، هاد الماتش راه كان خاصو فرقه دوز، يعني ما كاينش التعادل. الحمد لله اننا دزنا. ولكن علاش درنا هاد الفيديو؟ بغينا نشوفوا الوداد كيفاش كتدافع، والوداد ملي كتكون عندها كره كيفاش كتهاجم. وما بين الدفاع والهجوم كاينه هذيك الكره الثانيه اللي كينجح فيها هذيك الكره الثانيه اللي نجح فيها شي فريق يعني كيتفوق. شوف هنايا دابا اللاعبين ديال الفتح كيفاش واحد اللحظه انا كنصور بلي اللاعبين ديال الفتح لاعبين على راحتهم، على الخاطر ديال الخواطر ديالهم. شوف هنا ما كاين لا بريسيون من اللاعبين ديال لاطاك، ما والو، بنادم كيجري بتيت فولي كيسخنوا مع راساتهم. شوف هذا غادي يسونطري على خاطرو، والحمد لله ان هذيك الكاليتي ديال السونتر ما كانش مزيانه، والضربه بالراس ما كانش مزيانه. المهم ما علينا، ندوزو لقطه اخرى باش نشوفوا الفريق الخصم ديالنا اللي لعب ضدنا كيفاش ماشي على البناء الهجومي ديالهم كيفاش كانوا كيبنيو، ولكن غادي نتبع معايا الكره ملي غادي تضيع عليهم كيفاش غادي يديروا. هما دابا لاعبين كره عادي، ما كاين حتى شي مشكل. كره لعبوها سالت لهم هنا الهجمه، هنا ها هي الكره دابا عند الوداد من عند الحارس. غادي نبداو حتى حنايا البريباراسيون. المهم غادي نحاولوا نبنيو. شوف فين واقفين لينا، شوف. ومبارك هو اللي كان كياخذ هذيك الانيشياتيف ديال انه يرجع وياخذ كره من عند لا ديفونس. هنا السي حركاس كيتقل الكره وكيعطيه كره ناقصه. المهم وهما نجحوا في هذه القضيه ديال البريسينغ، يعني بريسا ووقفوا على كل لاعب خاوي. اي لاعب كيكون بلا كره يعني كيمشي معاه واحد كيجري ليه بحال هكا وكيريكيبيري كره. هادشي اللي عجبني في اللاعبين ديال الفتح، واللي نجحوا في هذه القضيه هذه، يعني دوميناو الميليو باش بالريكيبيراسيون. يعني شوف هنا في ما يبالك شي لاعب ديال الوداد الا واقف ليه واحد بحال الخيال ديالو وكيريكيبيريو كره دغيا. وشوف هنايا لاغريسيفيتي في الريكيبيراسيون. بمعنى اللاعبين هنا كيتقاتلوا بهذا المعنى هذه. المهم تدخل ماشي عدواني لهذه الدرجه ولكن قتالي. كيف ما كتشوفوا هنايا اللاعبين ديال الوداد ان فوا كياخذوا كره يعني كيلقاو اللاعبين ديال الفتح كيدخلوا بشتى الطرق. المهم ما تسونطريش، ما تباسيش، ما كيخليكش تلعب على خاطرك. هنا اللاعبين ديال الوداد كانوا كيديروا العكس، كانوا كيخليو الخصم يلعب على الخاطر ديالهم. وكيف ما كنعرفوا حنا الكاليتي ديال اللاعبين ديال الوداد، يعني اللاعبين كيكونوا اكثر اريحيه الا تعطاهم ليسباس. هنا الفتح غلقوا جميع المساحات ولا زيسباس على اللاعبين ديال الوداد، بل تفوقوا عليهم فيها وخداو لهم الكواري وما خلاوهمش شافين يلعبوا بهذا المعنى. المهم ماشي هو هذا حنا كنشكروا في الفتح ولا شي حاجه. المهم كندوي حنا في اطار ديال الكره، داكشي اللي كان خاصنا حنا نديروه داروا اللاعبين ديال الفتح. هادشي عاد تفوقوا علينا في النزالات وفي السرداد ديال الكره. وعلى ذكر السرداد، هذه الكره مشكور الاخ المينور اللي زودنا بهذه الصوره، حيت في اللحظه باش نصور كنت كندوي مع واحد الاخ على السرداد ديال الكره. وكل ما السرداد ديال الكره كيف ما كتشوفوا هي الوداد هنايا ضاغطه في هذا الشكل هذا. غادي نلعبوا كره ها هي غادي تمشي، ولكن ان فوا غادي نردوها، غادي نستردوها، غادي يجي الهدف. هادشي اللي كنت كندوي مع واحد السيد كنقول لي راه غادي نريكيبيريو لابار، كل ما ريكيبيريو لابار كل ما غادي نماركيو. مشكور الاخ المينور على هاد الصور اللي زودنا بها. ونعاودوا معكم اللقطه وتشوفوها، وهكذا غادي يسيلي الفيديو ديالنا في امل نشوفكم في افراح اخرى وتاهلات اخرى وانتصارات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم.